السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ يا رب بخير. حنرجع اليوم، حنشرح section 6 من رواية Pride and Prejudice. هو آخر section بالرواية وحنختم الرواية إن شاء الله. وياي طلاب كالعادة. After being rejected by Elizabeth، بعد ما رفضته إليزابيث، Mr. Darcy gives انطاها her letter، رسالة explaining his actions. هاي الرسالة دا توضح انه تصرفاته. زين، شنو تصرفاته؟ He says، هو قال بأنه he only stopped Jane and Mr. Bingley because he thought Jane did not love Bingley as strongly as he loved her. هو تدخل على مود ما يخلي جين تتزوج بينغلي أو بالعكس، لأنه هو يعتقد أو يتصور بأنه بينغلي جين ما تحب بينغلي مثل ما هو يحبها بنفس القوة. He also explains that، هو وضح ذلك، after his father's death late Mr. Darcy did allow Wickham part of the inheritance. وإجا وضح الشغلة مال ويكهام وياه. شنو هي الشغلة؟ يقول بعد ما مات أبويا مستر دارسي وافق إنه ويكهام ياخذ جزء من الميراث، بس they fought after Wickham tried to secretly marry Mr. Darcy's sister to steal the family money. بس هو تشاجر وياه بسبب انه هو راد يتزوج بالسر اخت دارسي على مود يستولي او يحصل على الاموال مال العائلة كلها، ولهذا هو تعارك وياه. مو مثل ما قال ويكهام انه هو ظلمني، لا، هاي الحقيقة اللي دا يحكي بيها دارسي. المن دا يحكي بالرسالة، والرسالة دا يدزها إليزابيث. إليزابيث feels impressed، هنا شعرت بالإحراج من تسمع هذا الكلام، for believing Mr. Wickham so easily and question her feelings for Mr. Darcy. وبلشت الشك بمشاعرها تجاه مستر دارسي. زين، وشلون هي أصلا صدقت بهالسهولة بالشكل السهل صدقت مستر ويكهام؟ هنا بلشت المشاعر تتغير. After some time، بعد فترة من الزمن، Elizabeth travels with her aunt، سافرت مع خالتها and uncle وعمها to the Darcy estate، إلى مكان أو ضيعة دارسي أو المكان اللي عايش بيه دارسي. as she heard that he would not be present، لأن هي سمعت إنه دارسي عمره ما راح يجي أو راح يكون موجود أو راح أشوفه بعد. while talking of a tour of the mansion اللي هو القصر، the housekeeper مدبرة المنزل tells the family how Darcy was the sweetest most generous boy. هنا متحتى مدبرة المنزل قالت دارسي كان صبي طيب وكريم، أطيب وأكرم صبي. and Elizabeth is surprised to see this new side of him. تفاجأت إليزابيث من شافت هذا الجانب الإيجابي من شخصية دارسي. هنا when Darcy suddenly appears، ظهر فجأة دارسي، Elizabeth apologized، اعتذرت منه، as she only came to the state believing he would not be there. اعتذرت منه وهي قالت انه اجتي للضيعة المكان اللي موجود بدارسي معتقدة انه دارسي ما راح يكون موجود. He then introduces her to his sister، قدمها لأخته على مود يتعرف عليها، يعني يعرف أخته على إليزابيث. when she went back to her inn، من رجعت
إلى الداخل. وجدت إليزابيث found two letters from Jane saying their sister Lida had run away to marry Mr. Wakeham. رجعت البيت مالتها، هنا شافت إنه أكو رسالتين من جين تقول بأنه أختهم ليدا شبيها هربت run away، had run away يعني أصلا هي هاربة أو منهزمة المن على مود تتزوج مستر ويكهام أختهم ليدا. زين هنا if إذا the two do not marry، إذا ذول الاثنين ما تزوجوا it would destroy the Bennett name، راح يحطم اسم العائلة بنت. ليش؟ لأن بنية ما متزوجة وهاربة ويا شخص وما يدرون بيها وين. زين as an unmarried woman running away with the man would not look good for the family. هنا بنية ما متزوجة وهربانة ويا رجل سيجلب العار، وهاي أخبار سيئة للعائلة. Mr. Bennett tried and failed to find them. يحاول إنه الأب يدور على بنته وعلى ويكهام بس هو فشل بإيجادهم. And when Mr. Bennett brothers أخو مستر بنت finally found the couple، لقاهم دور الاثنين من هي ليدا وويكهام. Mr. Wakeham agreed to marry Lida for a small amount of money. قال لهم ويكهام أنا بالنسبة لي ما أتزوجها إلا تنطوني فلوس. Elizabeth found out when the couple visit that Darcy had attended the wedding and gave the money to Wakeham. بعدين اكتشفت إليزابيث إنه من جو الكابل اللي هم ويكهام وليدا بأنه مستر دارسي حضر الحفل الزفاف وهو اللي دفع الفلوس للسيد ويكهام على مود يتزوجون. Elizabeth receives subtle visit from Mr. Darcy and Lady Catherine who is a woman of great fortune. هنا بايلتنا التقت إليزابيث زيارة مفاجئة من عمة دارسي من هي السيدة كاثرين، وهي امرأة ذات ثروة كبيرة. التقت وياها، يا بش عندك؟ She tells Elizabeth، قالت إليزابيث بأنه Mr. Darcy is sure to ask her to marry him again، إنه مستر دارسي دا يطلب إيدك مرة ثانية. But she found the idea. هنا اجت وقالت لها يابا إنه مستر دارسي شبيه دا يطلب إيدك مرة ثانية. بيها لعبة هنا. شنو هي اللعبة؟ إنه اللي هي عمة دارسي السيدة كاثرين هي أصلا، أو ما نحرق التفاصيل دقيقة، ما نحرق التفاصيل. To ask her to marry him again، قال لها إنه هو يريد يتقدمك مرة ثانية. بس but she found the idea ridiculous. شافت إنه هاي الفكرة سخيفة. الدو هنا بسبب معناته to her poor connection. السيدة إليزابيث إيش قالت؟ قالت ترى السيد دارسي راح يطلب إيدك مرة ثانية، بس أنا أشوفها فكرة سخيفة. ليش؟ بسبب ضعف علاقتها الاجتماعية. زين هنا إليزابيث defends her family، دافعت عن عائلتها لأن هي استهزأت هنا العمة بعائلتها. and says that، وقالت she could not promise، هي ما تستطيع أن تنطي وعد to say no، إنه تقول لا، ترفض العرض to his proposal عرض، يعني ما انطتها جواب لا إي ولا لا. The Bennets invade Mr. Darcy، دعت عائلة بنت مستر دارسي and Mr. Bangley to dinner، دعوهم للعشاء. as he had returned from London، بعدما انعاد من لندن. Bangley
asks Mr. Bennet for Jane's hand in marriage. يطلب بينغلي من السيد بنت يد جين للزواج. A week after the engagement, the couple take a walk alone with Elizabeth and Mr. Darcy. بعد أسبوع من الخطوبة يذهب الزوجان في نزهة مع إليزابيث والسيد دارسي، يعني صاروا كابل اللي هو منو؟ بينغلي وجين ودارسي وإليزابيث دا يمشون. The two walk slowly behind, finally alone. بلشوا يمشون سوية لحد ما الكابل بلشوا يمشون على كيف لحد ما انفردوا كل اثنين سوية. Elizabeth thanks him for all he has done and admits she has started to see him differently. تشكر إليزابيث على مواقفه اللي سواها بالنسبة لليدا ويكهام، أوكي، وبلشت قالت له أني دا أشوفك بشكل مختلف هسه حاليا. نجعل conversation. You are too generous to play with me. أنت كريمة جدا لتلعبي بمشاعري. يعني الشخص يقصد هنا إنه أنت فقيرة، مو مال إنه تجين تلعبين بمشاعري. ليش بالبداية تقولي لي أنت وقاسي وما تقدر المشاعر، وهسه تقولي لا تغيرت مشاعري. أنت تلعبين وأنت فقيرة، مو مال تلعبين بمشاعري. If your feelings are still، إذا مشاعرك القديمة بعد هي نفسها what they were last April، كما كانت في شهر أبريل الماضي، tell me so at once، اخبريني بذلك فورا. إذا مشاعرك من قلتي لي أنت قاسي وهاي بعد هي نفسها، قولي لي هسه أحسن. My love and wishes are still the same. حبي وأمنيتي لم تتغير، يعني إنه أنا أريدك. But one word from you، كلمة واحدة منك will silence me on this subject forever، said Mr. Darcy. كلمة واحدة منك إذا طلعت وتقولي لي لا هذا الموضوع راح ما أفتحه بعد للأبد. هاي السيد دارسي قال. زين. Elizabeth feelings all the more than common impressment of his situation now forced herself to speak. هنا إليزابيث شعرت بالإحراج كلش بسبب موقفها، فأجبرت نفسها عن الكلام. لازم تقول له إيه لو لا. and immediately, though not very fluently, give him to understand that her feelings had gone through such a change. وقالت له على الفور إن مشاعرها تغيرت بسبب التصرفات الأخيرة الإيجابية اللي سواها دارسي. Since the period to which he mentioned as to make her receive with gratitude and pleasure his present. هنا منذ فترة اللي أشار إليها، بحيث أصبحت تتلقى تأكيدات الحالية. يعني تأكيدات الحالية شنو؟ إنه تأكيدات إنه مستر دارسي طيب كلش، أوكي، وهي كانت غلطانة، تمام، وظلمته كلش هواية، بس هو شخصيته إنه دايركت، ما يجامل، يحكي بالوجه. زين. his present assurances اللي هو أصبحت تتلقى تأكيدات الحالية بالامتنان والسرور. شلون؟ شكرته وامتنت منه إنه على موقفه الأخير. the happiness السعادة which this reply produced, which such as he had probably never felt before. هنا السعادة التي أحدثتها هذا الرد من القوة بحيث لم يشعر بمثلها من قبل على الأرجح. هنا انطت أمل. هو كان خايف إنه تقول له لا، بس هنا أنا من قلت له إنه أنا أشكرك وأصبحت تتلقى تأكيداته الحالية بالامتنان والسرور، هنا أنا ارتاح هو شوية إنه إليزابيث بلشت تتقبله. and he expressed himself on the occasion as warmly
as a man deeply in love can be expected to do. هنا عبر عن مشاعره occasion بهاي المناسبة warmly بحرارة a man deeply in love كما يتوقع من رجل وقع في حب عميق. okay had Elizabeth been able to look him in the eye. هنا إليزابيث طبعا ما تقدر تباوع بعيونه هالقد ما ظلمته هي، ولهذا هو كان سعيد كلش بحيث انه إليزابيث لو كانت قادرة تباوع بعينه she might have seen how well the expressions of happiness show on his face. لشافت السعادة الواضحة بوجهه هالقد ما فرحان. But as she could not look, she could listen, and he told her of feelings which, proving how important she was to him, made his love every moment more. هنا يقول لو كانت تقدر تستطيع النظر فقد ما تقدر تباوع عليه. زين هي شنو هنا بس دا تستمع شنو دا يقول. اوكي هو أخبرها عن مشاعره اللي ثبتت مدى أهميته عدها. حبه بلش يزداد أوكي في كل لحظة. valuable اللي هو القيمة value القيمة. هنا they walk on without knowing in what directions. بلشوا يمشون وما يدرون هم وين رايحين بأي اتجاه. directions اتجاه. There was too much to be thought and felt and said for attention to anything else. هناك بلش كان هناك الكثير من الأشياء اللي لازم يفكرون بيها والشعور. زين she soon learned that they owned their parents or their present good understanding to the effort of his aunt who called on him on her return through London. هنا الفضل طبعا يعود الفضل المن يعني هالقد ما تفاهموا بيناتهم أكيد جهود عمته. كانت جهود عمته إنه هي زارت إليزابيث أوكي عند عودتها عبر لندن. زين هنا أنت تحكي له تقول له عمتك زارتني ورادت مني إنه أقول لها إيه أنا أريد مستر دارسي أو لا. زين she told him of her journey to Longbourn its purpose. Okay at the content of her conversation with Elizabeth. أخبرت عن رحلتها لونبورغ وأهدافها ومضمون حديثها مع إليزابيث. Going over every detail of the letter which in her ladyship opinion هنا استعرضت كل تفاصيل الحديث الأخير بين من؟ بين العمة وبين منو؟ بين إليزابيث. زين من زارتها peculiarly shown her assurances هنا شافت فيها السيدة حسب رأيها دليل واضح على ثقة إليزابيث بنفسها. ليش قال على ثقة إليزابيث بنفسها؟ لأن هي ما قالت للعمة لائي ولا لا، حبت تحل الموضوع بنفسها. هنا in the belief that such a relation must help her get that promise from her nephew which she had refused to give, but unluckily for her ladyship in fact had been exactly the opposite.
طبعا معتقدة مثل هذا السرد سيساعدها في الحصول على الوعد من ابن أختها الذي رفضت إليزابيث إعطاءه، ولكن سوء الحظ السيدة جاءت النتيجة على عكس ما كانت تتوقع تماما. هنا شنو الموضوع؟ هنا العمة كانت متأكدة إنه إليزابيث راح ترفض منه دارسي، ولهذا وعدت ابن أختها إنه أنت ما راح تقدر تتزوج هاي البنية لأن هي من طبقة فقيرة وأنت من طبقة غنية، وهي رفضتك أكثر من مرة. من راحت قالت لك أنا راح أجيب لك الخبر اليقين. من راحت وقالت إليزابيث هنا ذكية، ما قالت لها لا إي ولا لا، بقتها معلقة، ولهذا تصرف حكيم من إليزابيث. It taught me to hope، قال إنه هي علمتني الأمل، said he, as I had barely over allowed myself to hope before. و هنا سمحت لي إنه لنفسي بالأمل من أكثر من قبل. يعني هي ما قالت لا إي ولا لا، هنا رجع لي الأمل، أوكي، وخلاني أتأمل إنه إليزابيث ممكن ترضى بي. I knew enough of your feelings to be certain that had you been absolutely decided against me. أنا كنت أعرف إنه مشاعرك ما تكفي لين أكون واثقا، يعني لو إنه كنتي قررتي رفضي بشكل قاطع. أني كنت ما أعرف مشاعرك بشكل كافي، ولهذا كنت ما أعرف إنه أنت قررتي ترفضيني بشكل قاطع أو لا. You would have acknowledged it to Lady Catherine sincerely and openly. لا لكنك قد اعترفت بذلك للسيدة كاثرين بصدق وصراحة. إليزابيث هنا شبيها obliged and laughed as she replied, yes, you know enough how honest I am to believe me capable of that. هنا خجلت إليزابيث وضحكت، وهي قالت نعم أنت تعرف صدقي، عن صدقي ما يكفي تعتقد أني قادر على ذلك. يعني أنا كنت صادقة وياك وتدري أخذ الخجل يعني. After being so rude to your face، فبعدين كنت فظا معك بهذا الشكل. I could have no issues with abusing you to all your relation. زين، أنا كنت فظة كلش وياك، ما كان عندي مشكلة إنه أسيء إليك قبال أقربائك، يعني عادي كلش طبيعي. What did you say of me that I did not deserve؟ اللي قلته عني ما كنت أستحقه بالحفلة ذا الذكرى. For though your accusation were forming on mistakes, believe my behavior to you at the time had deserved the strongest disapproval. هنا دا يقولها رغم أنه اتهامك كان مبنيا على معتقدات خاطئة، إلا أنه تصرفاتي نحوك في ذلك الوقت كان يستحق أشد الاستنكار. هنا دا يقولها أنت تصرفتي على شغلات ما موجودة، زين، وأنت كلش كنتي قاسية وياي، وذلك الوقت كان أقدر أتصرف تصرفات يستحق أشد الاستنكار. I cannot think of it without hating myself. أنا ما أقدر أتذكر هاي التفاصيل اللي قلت لك بيها لأن أكره نفسي كلش. We will not argue for the biggest share of a blame about the evening, said Elizabeth. احنا ما نقدر نتجادل ونقول من يتحمل الجزء الأكبر عن تلك الليلة. يعني ما تقدر هي تقول أنا غلطانة ولا هو يقدر يقول هو غلطان، اثنيناتهم غلطانين. The behavior of neither, if examined carefully, was correct, but since then we have both, I hope, improved. سلوكنا اثنيناتنا إذا شفناه وركزنا به جيدا ما كان صحيح،
أوكي، ونأمل نتحسن، تحسنا جميعا أو وضحت الصورة لكلانا. I cannot so easily forgive myself. ما أقدر أسامح نفسي بسهولة. The memory of what I then said, of my behavior, my manner, my expressions during the whole of it. أتذكر شنو قلت وتصرفاتي وأخلاقي وتعبيرات طول تلك يعني الليلة. أتذكر أنه شلون تصرفوا هم is now الآن and has been many months. ما زالت تصرفاتي وأخلاقي، ما زالت ولعدة أشهر مضت. very painful to me، جدا مؤلمة بالنسبة إلي. said Mr. Darcy، هذا اللي يحكي الكلام Mr. Darcy. لهنا ختمنا section 6. تفاصيل صغيرة بها تفاصيل مهمة، تفاصيل غير مهمة. هنا عندنا ترتيب الأحداث. الحدث الأول، مستر دارسي طلب أو سأل إليزابيث إذا هي تشعر the same way she did before، إذا كانت نفس الشعور من قبل بالبداية. 2، إليزابيث admit that her feelings had changed، قالت بأنه مشاعرها تغيرت. 3، Mr. Darcy says Elizabeth response to his aunt made him hope. يقول دارسي أن رد إليزابيث على عمته جعله يأمل. أي صح، يعني أنه هذا الشيء الحدث صار الثالث صحيح. 4، إليزابيث قالت he would have no problem speaking badly of Mr. Darcy to his family. يقول إليزابيث أنه لم يكن لديها أي مشكلة بالتحدث بسوء عن سيد دارسي أمام العائلة. 5، Mr. Darcy admits he hates himself for how he behaved. اعترف دارسي بأنه يكره نفسه بسبب سلوكه السابق. أسئلة: What does Mr. Darcy mean by you are too generous to play with me؟ شنو يقصد دارسي بقوله أنت كريمة أكثر من أن تلعبي مشاعري؟ That Elizabeth، بأنه Elizabeth is too nice، هي لطيفة to play with his feelings، لا يمكنها أنه تلعب بمشاعره، هي كلش لطيفة وهي فقيرة. What does Mr. Darcy mean by one word from you will silence me on the subject forever؟ شنو يقصد دارسي بقوله أنه من تقول لي كلمة واحدة أنه لا خلاص أنا راح أصمت عن الموضوع. If Elizabeth says no، إذا قالت إليزابيث لا، he will never bother her again، هو ما راح يزعجها مرة ثانية أبد. Why did Elizabeth's reply make Mr. Darcy happy؟ لماذا جعل رد إليزابيث السيد دارسي سعيد؟ Because he could still feel hope، لأن خلت له أمل إنه هي شبه راضية بي. 4، What doesn't Elizabeth look Mr. Darcy in his eyes؟ ليش ما باوعت بعيونه إليزابيث بعين سيد دارسي؟ شنو السبب؟ Because she felt impressed about her past behavior، بسبب سلوكها السابق وياه. How did Lady Catherine's visit make Mr. Darcy feel؟ كيف جعلت زيارة السيدة كاثرين السيد دارسي يشعر؟ It made him hopeful. Who does Elizabeth feel is the most to blame for their arguments؟ من تعتبر إليزابيث الأكثر ذنبا في خلافهما؟ No one. She thinks both of them were wrong in this situation. اثنيناتهم غلطانين بهذا الموقف، يعني ماكو واحد ذنب أكثر من الثاني. عندنا كلمات nice kind، طيب لطيف. مثل ما قلنا الطيب واللطيف generous، clearly، fluently، time period، worth a lot، valuable، without luck، unluckily، discuss، fight، argue. هاي مرادفات حتجي. عندنا هنا تمرين دي. Mr. Darcy think Elizabeth's opinion is very valuable
ذو قيمة كبيرة. Mr. Darcy is impressed about how he behaved during that. يشعر دارسي بالإحراج من سلوكه خلال تلك الفترة. Unluckily لسوء الحظ for Lady Catherine Elizabeth feelings for Mr. Darcy had changed. سوء الحظ كاثرين كانت مشاعرها إليزابيث تجاه دارسي تغيرت. إليزابيث تعتقد Mr. Darcy was very generous to play Mr. Wickham to marry Leda. اعتقدت إليزابيث أن دارسي كان كريما جدا عندما دفع السيد ويكهام ليتزوج ليدا. Mr. Darcy and Elizabeth would always argue their relationship. كان دارسي وإليزابيث يتجادلان. argue يتجادل دائما في علاقتهما. Lady Catherine spoke of her feelings about Mr. Darcy and Elizabeth relationship. تحدثت كاثرين بطلاقة fluently بطلاقة عن مشاعرها تجاه علاقة دارسي وإليزابيث. لهنا طلاب كملنا الأدب الكورس الأول. إن شاء الله استفاديتوا. أكيد إحنا بالحضوري راح نشرح تفاصيل بعد أكثر، نتعمق بالشرح، بس تعرفون هنا محكومين بوقت. وإذا طولنا الفيديو أكيد راح تحميله ثقيل، ويعني فد سوالف كلش هواية. أتمنى لكم كل التوفيق يا ربي. إن شاء الله فدتكم ولو بجزء بسيط. نلتقي إن شاء الله في فيديوهات قادمة ننزل بيها أكيد grammar، أكيد vocabulary whatever.